حيث قال مصدر أمني إنه انفجار وقع أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية صباح اليوم، وهذه لقطات حية من محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. اليوم النهارده كان يوم رخم، كان كله سفر. دلوقتي في المترو. كنت عايز اكلمكم عن موضوع مهم شويه. موضوع الحاجات اللي حصلت، الاحداث اللي حصلت مؤخرا اللي ناس كتيره مكتئبه بسببها. ما لقيتش حد احسن ان انا اتكلم معاه في الموضوع ده غير فرودس، صديقي المسيحي. اضطرينا نتحرك علشان المترو وكده. عامة الكلام اللي عايزين نوصله ان حاجه اكسبيرينس انا عديت بيها واحنا عدينا بيها عامه، ان احنا كنا في المدرسه اغلب الناس بتتفرج او اغلب الناس عامه ما عدتش بيها سنتين ونص او اكتر، تبقى انت قاعد مع عايشين مع بعض. في حاجه عايزين نوصلها للحاجات الاخيره حصلت. فكره الاول انا عايز كيرو يتكلم عن الموضوع او الرياكشن بتاعه عن اللي حصل او عن الزيطه اللي حصلت. يعني الفكرة ان الموضوع جه، يعني رغم انه جه فجأة، لان يعني ما اتفاجئتش خالص، ودي حاجة ضايقتني، لان خلاص احنا بقينا ده الواقع اللي احنا عايشينه. احنا البلد كلها بقت كده، احنا ما بنغيرش حاجة او احنا ما بنفكرش صح. احنا كل البصة اللي بنبصها الموضوع ما بنبصلهاش ونبص صح. ليه مش بنبص للموضوع ان في حد بيقتل، مش في حد بيتقتل انتباهه كذا؟ دي حاجه لازم نفكر فيها، لان بالنسبه لي انا وهو يوم لما ده حصل، لا انا رحت قلت له معلش، ولا هو جه قال لي انتوا ليه بتعملوا فينا كده. زعلان ما حدش فكر في كده، احنا بنفكر ان في حد بيقتل ايا كان مين. بجد ما فيش حاجه اكتر من ان انا اقول لكم ان احنا كلنا قاعدين مع بعض وما فيش اي شعره اتهزت لحد فينا او كلامه مع التاني بسبب الموضوع. اكشلي احنا كان اكتر حاجه عملناها لها علاقه بالموضوع ان احنا قعدنا نهزر عنه، مش هزار تقليص على الموضوع، نظر على رد فعل الناس المتخلف والنظره الغبيه اللي الناس كلها بصت. مش في يعني ان هو انت لو قتلت جماعه ارهابيه مش هو ده الحل، لانه هيطلع 100 جماعه بدلهم، هيطلع من الناس اللي بتقول احسن انهم ماتوا دول ناس تانيه وجماعه تانيه. فانت ما بتحاربش الفكر نفسه، انت بتحارب مجموعه، والمجموعه الموضوع ده غلط. نقطة مهمة برضو ان انت بتحارب انتماء الناس، ترجع تتكلم ان الارهاب وحش يلا نقتله، المسيحيين وحشين نسيبوهم يموتوا، المسلمين وحشين يلا نموتهم. بس انت مش انت ده اللي انت بتتكلم فيه، فانت بتبقى قاتل زيك زيه. انت مش بتبص للموضوع من ناحية ده في قتل يلا نقتله، يلا نقضي على القتل، يلا نقضي على الكراهية اللي ما بيننا. مش مش نبص ان في خلونا نراجع حساباتنا، لان ما ينفعش انت يبقى هدفك ان انت ضد جماعه معينه، انت هدفك ان انت تبقى ضد فعل معين. عمري ما فكرت فيه كمسلم او كمسيحي. عمري ما افكر في واحد صاحبي او له انت مسلم انا صاحبك، انت مسيحي لا انا هبعد عنك. لا انا بفكر فيه وبشوفه ده انسان كويس وحش، ده مصري زي في المدرسه مستواه حلو وحش هيساعدني ولا لا. لكن عمري ما ببص له نظره مسلم او مسيحي، لان ده ديانته دي علاقته بربنا، مش هتاثر في علاقتي بيه، ماليش علاقه بيها وماليش حق ان انا اساله او ان انا اكلمه على ديانته. وطن واحد، شعب واحد، كل الكلام اللي احنا بنضحك على نفسنا بيه ده ونقعد نكرره، ما ينفعش نضحك على نفسنا بيه اكتر من كده. ما ينفعش نقعد نقول ان احنا كلنا اخوات واحنا من جوه مش بنبص لبعض على اننا اخوات. بص على مجتمع الناس اللي فيه دخلوا من غير اي قواعد، من غير ما يتحددوا باي حدود، وعاشوا فيه مع بعض. العقلية اللي اتبنت ما بيننا، انت بتعتقد بكذا او مصدق بكذا او فكرك كذا، وانا بعتقد بكذا ومصدق بكذا وفكري كذا، دي حاجة ما تخلينيش مختلف عنك. زي ما رامي هيقول في اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده، احنا فعلا بقينا عنصريين جدا. الفكرة مش في التفجير، الفكرة في اللي فجر. ازاي اقتنع ان التفجير ده حاجة كويسة؟ ازاي اقتنع ان الناس دي ناس وحشة لازم تموت؟ وازاي اللي اقنعه بكده مخليهوش يفكر طب ازاي هو مش اولى مني بالانفجار ده؟ الفكرة في ان احنا مجتمع عنصري، ما ينفعش نفضل نفرق بين الناس، ما ينفعش نفضل ما نقبلش اختلافاتنا. شكرا. الطريقة الوحيدة اللي تحكم بيها على بني ادم هو اذا كان كويس او كان وحش. لان زي ما انا بالظبط ببص لواحد مسلم زي ما انا مسلم، وما اقدرش اكلمه وابقى مش حابه علشان هو اخلاقه وحشه او عشان هو شخصيته وحشه، فانا بتعامل بنفس المقياس مع واحد مسيحي. مش بخلي ان علشان مسيحي فانا هتعامل معاه بحدود تانية. انا ممكن افضل واحد مسيحي علشان اخلاقه كويسه على واحد مسلم عشان اخلاقه وحشه. دي الطبيعه بتاعتنا، دي الطبيعه اللي المفروض نبقى ماشيين عليها. انت المفروض تميز ما بين الناس
على اساس اذا كان كويس او وحش، على اساس اذا كان بيفيدك او بيضرك، على اساس ان كان مفيد للمجتمع او مضر للمجتمع، مش على اساس ان هو ديانته ايه او بيحب نادي ايه او لونه ايه او شكله ايه او اخلاقه او تفكيره عامل ازاي او الكليه بتاعته اللي دخلها كانت عامله ازاي. ده تخلف بجد بجد. البلد دي ما عادش حد عايز يقعد فيها، خلاص ما حدش بقى طايق نفسه، خلاص ما حدش بقى شايف ان في امل. اي حد دلوقتي بيفهم او عنده مستقبل او اي حاجه، اساله ايه هدفه الاول، هيقولك ان هو يطلع من البلد دي، العمله بتاعتك وقعت، الشعب بتاعك كاره بعضه. لازم نفوق نفسنا، لان احنا لو ما قومناش نفسنا هنتقضي علينا. كفايه يبقى انت علشان انت بتنشر كره، علشان انت بتنشر كذب، عشان بتنشر نفاق، عشان اهداف خاصه، علشان اهداف غبيه، عشان مشاكل مش عامه، عشان مشاكل مش مهمه، تنشره مثلا في بوست على الفيسبوك زي الحاجات اللي احنا شفناها الفتره اللي فاتت كلها كره وقرف. مدرس سالنا سؤال في المدرسه وكانت اجابته غريبه، لما جاوبتها مع نفسي، لو جه علينا استعمار دلوقتي، لو جت امريكا تقول انا عايز اخد البلد دي، هل في حد هيقف ضدها؟ واحنا كلنا عايزين نروح اساسا نسافر هناك. هل احنا بقى عندنا حاجه اسمها مصر اساسا؟ انا مش عارف، بس عامه خلونا نراجع نفسنا. انا عارف ان الفلوج دي كانت دمها تقيل شويه، عارف ان هي ما كانش فيها هزار، بس كان فيها كلام مهم وكان لازم الناس تعرفه. انا عايزك تعمل شير عشان الناس تسمع الكلام ده، عشان عارف ان الناس اللي هيتفرجوا على الفلوج دي ايا كان مش هيبقى عددهم كفايه. ومش عايزك تعمل شير مجرد ان انت تضغط على الزرار بتاع الشير، انا عايزك توصل الكلام، عايزك تفهم الكلام، عايزك تفكر فيه، عايزك تناقشني فيه. لو تعرف حد في الفريندز بتاعك مسيحي اعمل له تاج، قول له انا فاهم، انا عارف اللي حصل، انا اسف، مش كمسلم، كمصري. من بكره هرجع تاني للديلي فلوجز العاديه اللي انا بعملها عامه. اسمي يوسف الشاذلي. بعمل فيديوهات يوميه بطرح فيها فكره، بنتكلم بنتناقش، وغالبا بيبقى عن اليوم بتاعي، بيبقى على مدار اليوم. بتنزل كل يوم تقريبا. الفتره الجايه هحاول اعمل حاجات مختلفه شويه، ممكن زي ما هتشوفوا هتكلم عن السكيلز اللي عندي وهحاول انشرها معاكم. اعملوا سبسكرايب واضغطوا على الجرس اللي جنب السبسكرايب او المشاركه ان كانت عامل اليوتيوب بايه. اضغطوا على الجرس عشان يجي لك نوتيفيكيشن لما انزل حاجه، علشان دي المشاركه الجديده. لو ما ضغطتش على الجرس مش هتعرف ان انا نزلت فيديوهات جديده. وعموما اشوفكم بكره، علشان كفايه كده. You know my charm, you say it brings problems. Let me love you, put nothing above you.